اكبر خرافه بيصدقها المبتدئين في السكيلينج. اول ما الاعلان يشتغل الناس تعمل ايه؟ تزود الميزانيه 10 اكس فجاه، وده حرفيا اسرع طريقه تبوظ بيها حملتك. السكيلينج مش تكبير الميزانيه، السكيلينج هو تكبير النتائج من غير ما التكلفه تزيد. لكن المبتدئين بيقعوا في 3 خرافات. اول خرافه ان هو يزود الميزانيه مره واحده. لما تزود ميزانيه مثلا من 50 ل 200% فجاه ميتا بتدخلك مرحله التعلم من اول وجديد. النتيجه تكلفه عاليه ونتائجك بتضيع. والحل زود الميزانيه يا صديقي 20% كل 48 ساعه. الخرافه الثانيه الاعلان اللي اشتغل مره هيفضل شغال. مفيش فيديو يا صديقي بيعيش للابد. اي كرييتيف له عمر يومين، اسبوع، اسبوعين لو محظوظ، واكتر من كده لازم يكون عندك بنك محتوى جاهز. ثالث خرافه تعمل 20 اعلان مره واحده. ده بيشتت ميتا وبيبوظ توزيع الميزانيه. الحل الحقيقي انك تعمل دبليكيت لاعلان ناجح في اد ست جديده بميزانيه اعلى ويخليه يشتغل لوحده. نهاية السكيلينج مش قوة، السكيلينج ذكاء، ولو عملته غلط هتخسر، ولو عملته صح هيتضاعف نتائجك.